في قمة الأسبوع السابع من الدوري الأسباني لهذا العام الجديد، مباراة سريعة جدا وكارفاخال ويلعبها براسه طبعا اللاعب ألكسندر، إنما بطراطيف صوابعه طبعا تيبو كورتوا. الدفاع توصل لنادي اتلتيكو لفا ويطلعها روبن من أعلى نقطة، ضربة ركنية لصالح طبعا المدرب اللي التاريخي لنادي اتلتيكو. مش ممكن لسه بتوقف يا ألكسندر، انما فدائية من ميليتاو يمنع الهدف والهجمة في اللحظة وفي الناو. وادي تشافي الونسو طبعا احد اللعيبة اللي لعبوا لنادي الريال، لكن فدائية بامانة لميليتاو. برافو ميليتاو، انما ألكسندر تشعر وكأنه بيتمخطر، انما برافو ميليتاو. وهجمة مش ممكن. اول اهداف اللقاء لنادي اتلتيكو، يطلع روبن نورمان من اعلى نقطة ويعلن عن تقدم نادي اتلتيكو في الدقيقة 14. هو اتلتيكو كان لسه مضيع هدف، وادي هدف يعوض بيه الهدف اللي ضاع. انما في حماس من جمهور نادي اتلتيكو، مباراة قمة مدريدية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بين ناديين كبار في عالم كرة القدم. اتلتيكو يتفوق على الريال في اول ربع ساعة عن طريق روبن نورمان، 1-0 لنادي اتلتيكو مدريد. اعادة مرة واثنين وثلاثة. طبعا الهدف ده اعتقد هيغير من سير اللقاء، والريال مش هو الريال بتاع الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. مش عارفين ايه الموضوع، انما يعني هو لعيب موجودة كلها ليها اسماء، ولكن يبدو ان اللعيبة اللي موجودة في الريال اصبحت اسماء بدون اداء، والكرة الان اصبحت علم واداء ليست خيال واسماء. الريال محتاج لتجديد دم لعيبة تكون متوسط الاعمار بتاعها 23 و24. من اللعيبة اللي موجودة دي كلها يعني اقل واحد فيهم عنده 25 26 سنة. طبعا الريال محتاج يجدد. هجمة لنادي اتلتيكو عن طريق افريز، انما يمنعها ميليتاو، وطبعا الريال هاجم، انما من ناحيه اليمين ماركوس بيلعبها، انما ما يلحقهاش لا جونزاليس ولا ارفيز. بص حضراتكم، هانكو المدافع على الباك الشمال لنادي اتلتيكو، ادي هجمه، انما يطلع تيبو كورتو. ادي هجمه حضراتكم، بصوا حضراتكم، مشي جوليانو انما تيبو كورتوا. ومره ثانيه يا ساتر يا ساتر، ألكسندر يعني بالحذاء كده دخل في تيبو كورتوا. الحمد لله عدت على خير. هذه طبعا الروح الرياضية ما بين اللاعبين. وكيليان امبابي بيقول للرياليين ما تلاقوش يا أحبابي، أنا كيليان امبابي عوضت الريال بهدف التعادل في الدقيقة 25 ليعلن عن تعديل النتيجة وتبقى 1-1. تشافي الونسو طبعا كان لعيب من اللعيبه، كان بيلعب خط وسط مدافع بالمناسبه يعني، طبعا شافي الونسو، انما هو كان لعيب كويس وهو كان مدافع كويس، لكن ما نقدرش نحكم عليه بان هو مدرب كويس. انما عمل مباريات حلوه مع بايرن ليفركوزن. 1-1 في مباراه اعتقد الى حد ما متكافئه بنسبه كبيره جدا، لكن لسه الحكم مش هتنتهي لما بنهايه الحكم الدوري خافير البيرولا. طبعا 1-1 ما هياش نهايه المباراه وفاول. فينيسيوس يبحث عن فينيسيوس، انما كيليان امبابي بحث عن نفسه ولقاه وعمل اول اهداف اللقاء من خط الوسط. ولعب فينيسيوس يرد عليا ولد ايه، مش ممكن يا مش ممكن. المره دي بقى اردا جولر بيحطها بشماله على شمال يان اوبلاك ليعلن عن تقدم الريال في دقيقة 36 وتبقى النتيجة 2-1. تأخر الريال بهدف، ثم ادي الهدف الاول والثاني، يبقى 2-1 للريال، وتغير الحال من حال الى حال بتقدم الريال بهدفين للا شيء. لسه بنلعب في الشوط الاول وهنشوف. ادي اعادة الهدف بتاع اللاعب اردا جولر، بيحطوا تشافي الونسو. يعني هو يعني مفيش اجمل من ان اللاعب بيدرب النادي اللي هو خرج منه، بتبقى يعني انتمائيه ووطنيه، قول زي ما انت عايز تقول. هادي بقى اللي بيعمله تشافي الونسو. هجمه لنادي اتلتيكو،
شوطه انما كوكي، والله ده مش كوكي، ده اللاعب الفاريز حطها لما تيجي جنب ده جت في قائمه الشمال لتيبو كورتوا. ادي المدير الفني التاريخي سيميوني، طبعا بقاله اكتر من 20 سنه مش ممكن. الهدف الثاني لنادي اتلتيكو مدريد، يحطوا الكسندر، يبقى النتيجه 2-2 في الوقت القاتل من الشوط. لا والله ما حسبهاش، انما الكسندر يرد علينا مره ثانيه ويتعادل لنادي اتلتيكو، تبقى 2-2 في الدقيقه 48 من الشوط الاول. 2-2 في مباراه قمه اسبانيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ما فيش كلام. ادي اللاعب الكسندر يحطها على يمين تيبو كورتوا، يبقى 2-2. اعتقد كده هيصفر الحكم خفير البيرورا بنهايه الشوط الاول. في تبديلات طبعا حصلت لنادي الريال، هنشوف نزل اللاعب كامافينجا وسيلفا، وهجمه من ناحيه الشمال، ودخلنا في الشوط الثاني وجونزاليس، انما فدائيه من اللاعب كارباخال. ضربه ركنيه وتعدي، هل هنا في ضربه جزاء ولا ايه؟ لا اعتقد ما فيهاش حاجه. هو لاعب على الكوره طبعا، لاعب اسينسيو، انما ادى ضربه جزاء مش ممكن. ادى ضربه جزاء ويدخل اللاعب الفاريز عشان يسجل الهدف الثالث لنادي اتلتيكو. ادى واحد شاب بيقول هي ضربه جزاء مش ضربه جزاء، انما في النهايه الفاريز يحط الهدف الثالث في الدقيقه 51 وهجمه لالكسندر، انما 3-2 لاتلتيكو. مباراه عجيبه رايحه جايه وملهاش كبير ملهاش مقياس، والفاريز يلفها حلوه قوي لما تطلع فوق القائم الشمال لتيبو كورتوا. من نجوم اللقاء الفاريز، بص حضرتك حطها حلوه قوي لما كان عايزها لتحت السنه، لتحت حين السنه، انما حطها حلو. ويحط الثانيه الفاريز يضيع واحده ويسجل الثانيه ويسجل الهدف الرابع لنادي اتلتيكو مدريد. مش ممكن. يا 4-2 وديجو سيميوني، يا عليك يا سيميوني، حالة عشق بينه وبين هذا الملعب وما بينه وما بين هذا الجمهور. تخيلوا 20 سنة بين ديجو سيميوني ونادي اتلتيكو، ده عدى عليه اجيال يا راجل، انما يبقى الحال كما هو. ديجو سيميوني يأبى جمهوره ويأبى هو أن يترك هذا النادي الكبير العظيم في عالم كرة القدم. 4-2 عن طريق اللاعب الفاريز في الدقيقة 63. 4-2 لو تتخيلوا، يعني تقدم اتلتيكو ثم تعادل الريال ثم تقدم الريال ثم تعادل اتلتيكو 2-2 ثم 3-2 ثم 4-2، واحنا بنلعب في آخر دقايق من الشوط الثاني. 4-2 وماشي. طبعا اتلتيكو والريال مباريات ملهاش مقاييس، خلي بالكم. كارفاخال احد التبديلات ويلعبها، انما